تتخيلي ان القرنبيط ده عملت منه وجبتين، كنتاكي مقرمش وكمان عيش طري. فكرة جديدة هتوفر معاكي جامد. النهاردة هنحول القرنبيط العادي لحاجة مفيش حد يتوقعها، وجبة كاملة بطعم تحفة ومن غير تكلفة تقريبا. هنعمل منه عيش. بصوا القوام من جوه طري جدا وخفيف كأنه عيش عادي بالظبط، ومحدش هيصدق انه معمول من القرنبيط. العيش ده طري وخفيف جدا ومش ناشف خالص، هينفع تتاكل لوحده أو مع اي وجبة، وطعمه تحفة جدا يا بنات. فكرة جديدة ومختلفة ومحدش بيعملها بالطريقة دي خالص. تعالوا كده شوفوا معانا احلى وصفة اقتصادية ومشبعة جدا وفي البيت كمان ومضمونة وبتكلفة بسيطة جدا جدا جدا. يلا بينا على المكونات، هقول لكم على كل المكونات مع بعض. اول حاجه هنجهز القرنبيط ونقطعه ونغسله كويس. اول القرنبيطه دي كانت عندي فين؟ كانت عندي في اول رمضان، وانا عملتها على فطار رمضان، بس انا ما نزلتلكوش الفيديو. ما اعرفش والله يا بنات لخبطه ولا انا ما كنتش فاضيه اعمل ايه. المهم نزلتكم. بص رمضان كان مضغوط علينا جدا، فقلت اسيبها لكم بقى عشان تقعدوا براحتكم تتفرجوا على الفيديو، لان القرنبيط بيتاكل في اي وقت. طبعا القرنبيط موجود دلوقتي، لو مش موجود في السوق فهو موجود في السوبر ماركت الكبيره او الهايبرات الكبيره يا بنات طبعا. تمام. جبت قرنبيطه متوسطه الحجم، هنقطعها كده قطعه كبيره، ما تقطعيش القطع الصغيره يا بنات. احنا بعد السلقه عشان ما يتهريش منك، بعد السلق هنقطعه قطع صغيره. تمام. هاتي بقى نغسله كويس، وهننزل ميه سخنه على النار جدا، معلقه كمون، تمام، معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه خل. ليه يا ام اياد؟ الكمون علشان الانتفاخ، السكر ماده حافظه عشان انا هاخد منه كميه اخزنها في الفريزر، الملح عشان الطعم، الخل علشان يا بنات البكتيريا اللي بتبقى موجوده في الخضار. تمام. هنزل بالزهره بتاعتي زي ما بتقولوا في اي بلد، زهره القرنبيط كده، بس هنزل بالعنقود اللي تحت لان العنقود اللي تحت مش بيستوي بسهوله، وعلشان القرنبيط ما يتهريش مني من فوق، لو نزلت براسه هيتهري. تمام. مش هغسله ولا اي حاجه لاني غسلاه، هطلعه من الميه السخنه على المصفى يتصفى على طول كل الكميه ديت. وصلت لحد هنا حبيبه قلبي، لا ياكل يكسبوا اشتراك وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، واسمعي الفيديو للاخر لان عندي مفاجاه جميله جدا محدش عملها على اليوتيوب. هنعمل عيش من القرنبيط. ايوه عيش من القرنبيط، وصفه خطيره يا بنات بجد بجد. لو انا مش واثقه انها هتعجبكم وهتبقى وصفه جميله ومشبعه، مش هنزل لكم الفيديو. خلصنا الكميه، ندخل بقى على خلطه الكنتاكي الكداب. هنعمل ايه يا ام اياد؟ هنعمل 4 معالق دقيق يا حبيبه قلبي، وهننزل كمان بمعلقتين كبار نشا. تمام. وهننزل كمان بمج كبير من اللبن، 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه. معانا كمان حزمه صغنطوطه قوي من الكزبره والبقدونس شبت، لا معاكي معلقه صغيره من الكركم، معلقه بابريكا، معلقه كمون، معلقه ملح، معلقه مرقه فوريه، عندك فلفل اسمر. بصوا كل البهارات ديت هندخلها في الخلطه بتاعتنا، ونقلب بالمضرب العادي. تمام. لحد ما القوام والمواد كلها تتجانس مع بعضها. خلطة جميلة جدا جدا يا بنات. اللبن بقى، واللبن كمان مج الكبير من اللبن. تزودي اللبن حسب القوام معاكي. تمام. ممكن تستغني عن اللبن وتحطي ميه عادي. انا بقى الناس الاقباط، اخواننا الاقباط، لو انتوا حابين تعملوا الوصفه دي في الصيام بتاعكم هتستغنوا عن اللبن والبيض، هتعملوا نفس الوصفه بس هتستغنوا عن اللبن والبيض. تمام. ده وصفه صيامي للناس اللي بيصوموا، اخواننا الاقباط اللي بيصوموا. تمام. دي الوصفه دي تنفع ليهم بس ما عدا البيض واللبن ايام الصيام بتاعهم. تمام. عشان في ناس يعني ايه بتحب تعمل وصفات وبتحب تاكل حاجه بتسال على الوصفات دي. هنقلب كل المكونات بتاعتنا يا حبيبه قلبي كلها ما تتجانس القوام بتاعنا ولا خفيف ولا تقيل. بعد كده هنجيب برده مج من الدقيق، معلقتين من النشا، بيكنج باودر نسيت اقول لكم لانه بيساعد ان الخلطه بتاعتنا ما تطلعش مكتومه في القرنبيط. تمام. في دي وفي دي هنحط بيكنج باودر. كل المكونات اللي حطيناها في الخلطه بتاعتنا هنحطها برده في الكفر بتاعنا ونقلب كويس. هنحط القرنبيط بتاعنا بعد السلق وما يبرد شويه، قطعه كده هتغطسيها وتطلعيها. اهم حاجه ما تلمسش ايديكي، تنزلي بيها بالكفر وتقلبيه بالمعلقه، وبعد كده تمسكيها تبططيها وتقلبيها كده بالدقيق بايديكي علشان تديكي الشكل اللي هو الايه الكفر الخارجي اللي بيبقى موجود في الكنتاكي. تبططيها زي ما انا بعملها كده بالظبط، بس ما تلمسهاش الا بعد ما بالمعلقه لما هي تلمس الدقيق كله، علشان الدقيق ما يلمسش ايديكي ويتاخد كله في الايد، فاهمين؟ ويعجن بايدك يا بنات. نفس الطريقه كده انا بروكم واحده تانية، بصوا تعملوا بنفس الطريقه كده بالظبط عشان ما تهدريش بقى المكونات بتاعتنا. كده ديكي تطلع فاضيه ما فيهاش عجين ولا دقيق، والرابطه بتاعتك تطلع الكفر بتاعها جميل ومتماسك وشكل الكنتاكي بالظبط. هنخلص الكميه كلها في الوقت ده. بنحط زيت على النار في حله، ما تحطوش في طاسه ولا في صينيه، حط في حله عشان ما نطرطش على البوتاجاز. ومن ناحيه كمان
الحله علشان تساعد ان القرنبيط كله يستوي جامد قوي. كده انا عملت معاكم 3 قطع اهو بنفس الطريقه. امشوا على كل المكونات واعملوا خلصوا القرنبيط بتاعنا ورصوه في صينيه. تعالي بقى نختبر الزيت بتاعنا. يعني سنه دقيق بسيطه. لو خدت لون بسرعه عرف ان الزيت بتاعنا سخن. هننزل بالقرنبيط بتاعنا يا بنات بالزهره بتاعته تحت الاول، فاهمين؟ وهنهدي النار نخليها متوسطه. ليه بقى؟ عشان القرنبيط بتاعنا ما يتحرقش من بره ويبقى ني من جوه. هنخلي النار بتاعتنا متوسطه لحد ما القرنبيط بتاعنا ياخد لون ذهبي، وبعد كده نطلعه على المصفى واحده 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 واحده. وصلت لحد هنا؟ يبقى تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، وكمان استنوني لان في مفاجآت جميله في الفيديو. هنعمل عيش اقتصادي من القرنبيط. ايوه عيش يا ام اياد، ايوه عيش وصفه انا متوقعه محدش عملها قبل كده، بس وصفه خطيره وجديده من نوعها. بجد يا بنات خطيره. لو هي مش طلعت خطيره مش كنت هنزلها لكم على القناه. يعني احنا عملنا كنتاكي كداب وهنعمل عيش من القرنبيط. وكمان قلت لكم كمان في الفيديو ان ينفع الناس اللي عندها صيام ما بتاكلش الحاجات اللي فيها لبن وبيض، تنفع تعمل نفس الوصفات بتاعتنا. تضيف بدل اللبن ميه، وما تضيفش بيض خالص، وبنفس المكونات نفس كل حاجه. دي للناس بتصوم صيام اللي هو صيام الاقباط يا بنات. تمام. خلصنا كده كل الكميه. تعالي بقى للزيت بتاعك بمصفى صغيره كده، اي مصفى عندك. طلعي كل الشوائب وكل الحتت الموجوده علشان القرنبيط بتاعك يطلع كده زي الكنتاكي صافي من بره ولونه ذهبي وجميل كده. 5 دقايق هنا و5 دقايق هنا على نار متوسطه هيتحمر معاك وهيبقى 10/10. ما شاء الله ما شاء الله. اوعي تطلعي من الفيديو من غير ما تعملي لايك. اسمعي الفيديو للاخر عشان نشوف المفاجاه اللي انا هقول لكم عليها اخر الفيديو. جميل، ايه جمال ده يا ام اياد. اهم حاجه ما بصوا تعالوا بقى. بقيه الخلطه اللي انا كنا حاطين فيها الكنتاكي ديت، تمام. هحط فيها ايه؟ حطيت فيها يعني قطعتين من القرنبيط المسلوق وهرسته بالشوكه. تمام، هرسته اهو زي ما انتم شايفين. وكمان كان عندي ربع، مش ربع يا بنات، حتى 3 4 معالق لحمه مفرومه كانت موجوده متعصجه في الفريزر. لو انت يعني موضوع اللحمه ده اختياري، انا حطيتها علشان كانت موجوده عندي ما كنتش عارفه اعمل فيها ايه، فانا دخلتها فين؟ في وصفه العيش القرنبيط. انت هتعملي ايه؟ هتنزلي القرنبيط وتهرسيه. كنت بقول لكم يا بنات الباب كان بيخبط. عايزه اقول لكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنولع النار بقى. تمام. وندخل الصينيه عيش القرنبيط على النار المتوسطه من فوق ومن تحت، وطالع متحمر ومستوي جميل يا بنات. شكله شكل الكيكه لكن هو عيش فعلا. طعم العيش بالقرنبيط. وصفه خطيره واول مره انا واثقه ان محدش عملها قبلي. بس حته اللحمه المفرومه ديت ده اختياري، ده انا اللي حطاها، فما انت مش هتحطها. بودي الطعم جميل جدا. وصفه اقتصاديه وموفره فيها حاجات مشبعه جدا جدا جدا. بصوا بولع عليها الشوايه برضو تاخد لون من فوق بسيط خالص زي ما انتوا لون الشاي. بصوا هو مش عارفه اقول لكم اوصف لكم انا اكلت عيش قرنبيط بالقرنبيط بجد. وصفه خطيره. اعملوا لايكات، عارفه ما مش لايكات على الوصفه دي هزعل منكم، مش هنزل لكم وصفات جديده تانية. بجد يا بنات والله بجد جميله وطلعت تحفه خالص. بقى الحاجه الجميله كنت عايزه اقول لكم عليها، لو القرنبيط طريه منك بعدها بيوم او يومين هتجيب الشبكه بتاعتك وترص القرنبيط وتولعي الفرن الكهربائي او الميكروويف. بيدي تحمير وقرمشه وكريسبي كده في القرنبيط بتاعك. تمام. لان احنا بنلاحظ احنا فعلا القرنبيط بتاعي هيقعد كريسبي حوالي 24 ساعه. بس ممكن لو اتري منك وحبيتي تسخنيه، مع ان انا والله من الناس اللي بتحب تاكله تاني يوم بعد البيات، فاهمين؟ بس انت لو حبيتي تسخنيه بتدخليه الفرن او الميكروف بيدي قرمشه جميله جدا زي الكنتاكي. بصوا العيش بتاعنا تحفه بجد يا بنات. تحسوا ان هو كيكه بس هو طعم عيش بجد جميل جدا. انا صراحه كنت جات لي الوصفه جت كده والله العظيم بجد طلعت خطيره. جربوها وهتدعوا لي باذن الله. بس ما تطلعش من الفيديو من غير ما تعملي لايك واكسبلور واشتراك في القناه بالله عليكم. وقولوا لي بقى اعمل لكم وصفات زي دي. يعني انت جربيها قولي لي. الوصفه فيها بيض وفيها دقيق وفيها لبن، فيها 3 4 معالق لحمه مفرومه، ده يمكن الاستغناء عنها عادي. فيها القرنبيط، قطع القرنبيط هرستها كده قطعتين كبار من المسلوقين، هرستهم في قلب الخلطه دي. هتدهني الصينيه بتاعتك وتدخليها الفرن. بص هيطلع معاكي عيش طري وجميل جدا، خفيف وهش. ومش تنسوا كمان ان احنا حاطين بيكنج باودر فيها، فمش هيطلع معاكي معجون ولا اي حاجه. مستوي ولذيذ جدا يا بنات. انا صراحه وديت منه لجارتي واهل جوزي عجبوهم يعني، اتبسطوا منه جدا. ما كانوش متخيلين ان انا ممكن اعمل العيش من القرنبيط. لايك واكسبلور واشتراك في القناه يا حبيبه قلبي. وقولوا لي بقى حابين اي وصفه. شو انا كنت باكل عيش قرنبيط بالقرنبيط.
في ناس بقى بتاكل قرنبيط على رز على فكرة، في ناس بتاكله بعيش بلدي في سندوتشات كده، في ناس بتاكله بطريقتي كده، بطريقة العيش اللي أنا عملتها كده. أي طريقة أنتِ حابة تاكلي بيها القرنبيط اعمليها، ينفع معاكِ وجبة فطار، ينفع معاكِ والله العظيم في سندوتشات الولاد، ينفع معاكِ في المدرسة في وجبة غدا، ينفع معاكِ برضه في العشا، جميل جدًا يا بنات ولذيذ ومُشبع وكل مكوناته موجودة في البيت، مش هيكلّفِك كتير خالص بإذن الله. وصفاتنا كانت جميلة النهارده وفيديو جميل جدًا ووصفة كانت حلوة خالص، يا رب تكونوا اتبسطتوا جدًا من وصفتنا النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.